اصحاب البشرات الدهنيه والمختلطه المايله للدهنيه، ممكن لو سمحتوا بلاش نرطب باي حاجه من عائله البانسينول، لا اليوريتشي بانسينول ولا الميلانسينول جل ولا الهبتا بانسينول ولا اي حاجه خالص من مشتقات البانسينول او اي مرطب بيعتمد على البانسينول كماده اساسيه في الترطيب بتاعته. انت كبشره دهنيه وشك هيتملي حبوب تحت الجلد، حبوب بيضة، هتقعدي تعالجيها في كتير جدا، هتزعلك قوي. فليه لو احنا عايزين حاجه في نفس الفئه السعريه بتاعه البانسينول، لا في حاجات كتير جدا، ولكن نبعد عن البانسينول كترطيب لبشره دهنيه، وخصوصا تحديدا كمان يعني في الحر وفي الصيف ده، فلا يعني بلاش. بلاش تستخدم كريمات تقشير ايا كان نوعها في الجو اللي احنا فيه ده ومع دخول الحر، لان لو انت شخص ما بيهتمش بخطوه الصن بلوك او ما بيجددوش اصلا، فاكد لك ان خطوه التقشير او كريمات التقشير هتجيب نتائج عكسيه، هتزود التصبغات وممكن توصل لحرق. فلو احنا بنهتم بخطوه الصن بلوك اوكي، هنستخدمها عادي جدا وهنجدد الصن بلوك كل ساعتين. ما بنهتمش بالحته دي يبقى هنسكيب خالص التقشير في الجو اللي احنا. اكتر مشكله بتسال عليها وبتضايق اكتر البنات هي مشكله الهالات السوداء، والهالات السوداء نوعين، نوع وراثي وده احنا ما بنقدرش نحله غير بالحقن، والنوع الثاني بيجي بسبب السهر وشرب المنبهات بكثره. النوع الثاني هو اللي هنقدر نعالجه بمنتجات موجوده عندنا في الصيدليه. اهم مادتين لازم ندخلهم في روتين معالجه الهالات هي ماده الريتينول، ودي عشان بتعمل تقشير خفيف لطبقه الهالات السطحيه، والكافيين لانه بيعمل على تفتيح ومعالجه الهالات والقضاء عليها في اسرع وقت. والمواد دي موجوده في سيرامات كتيره جدا، منها الكوري ومنها المستورد ومنها المصري. في الكوري ارشح لك هوم باي مي، وفي المستورد يورياج ECM وبايونيك، وفي المصري ديرما اكتيف اي. الحمل والسكين كير، انا متاكده ان 99% من البنات اول ما بتعرف ان هي حامل بتتخلص من كل السكين كير بتاعها، وده مش صح لان ده هيسبب فرصه زياده ظهور الكلف والتصبغات. في الفيديو ده هنقول لك ايه الحاجات اللي امن استخدامها طول فتره الحمل والرضاعه، والحاجات اللي ممنوع استخدامها طوال الفتره دي. بس خلينا نعرف حاجه مهمه، ان الحاجات اللي ممنوع استخدامها في فتره الحمل هي ممنوع استخدامها قبل فتره الحمل. يعني لو انت عروسه بتجهزي للجواز والحمل فانت المفروض توقفي المنتجات دي قبلها ب6 شهور على الاقل. طب ايه هي الحاجات اللي ممنوع استخدامها في فتره الحمل؟ اول حاجه الريتينول، تاني حاجه مشتقات فيتامين اي زي الادابالين والاكراتين، تالت حاجه اي كريمات بتعمل تقشير او تفتيح فهي ممنوعه زي الميلانو فري والميلوكاين، حاجه السيرامات زي سيرم الالفا اربيوتين والسلسليك اسيد، والتونرز المقشره زي الجلايكوليك اسيد، واي برودكت مكتوب عليه وايتنج سواء كان البرودكت ده كريم او صن بلوك او كلينزر او ديودرنت. طب ايه هي المنتجات اللي امن استخدامها في فتره الحمل والرضاعه؟ اول حاجه الهيلورونيك اسيد عشان النضاره، تاني حاجه فيتامين سي، تالت حاجه اي غسول جنتل على البشره ما بيعملش تقشير ولا تفتيح، رابع حاجه المرطبات وبرده ما تكونش بتحتوي على اي ماده من المواد اللي احنا قلنا عليها، خامس حاجه النياسياميد ولكن بنسب معينه، اخر حاجه السلسليك اسيد لو ضروري في الروتين بتاعك فهيكون بنسبه 2% واكتر من كده فهيكون باستشاره طبيب النساء. كل اللي محتاجه تعرفيه في صيدليه تايل هتلاقيه. مع تايل هتعيشها بصحه. تساقط الشعر في صيدليه تايل هنقول لك الحل اللي هيخلصك منه في اقل من شهر، بس تعالوا الاول نعرف اسباب تساقط الشعر. اول سبب الانيميا ونقص الهيموجلوبين، ثاني سبب نقص فيتامين دي، ثالث سبب تكيسات المبايض، رابع واخر سبب TSH. المشاكل دي لو عندنا اي مشكله منها لازم نعالجها الاول، عشان مفيش اي حل هيفيدك لو ما عالجناش المشكله الاساسيه. ولو ما عندناش اي مشكله من دول تعالى بقى اقول لك نعمل ايه. هنا هيكون الشعر محتاج تغذيه سليمه وفيتامينز، والفيتامينز اللي هناخدها لازم يتوفر فيها 4 عناصر اساسيه، اهمهم واولهم الزنك والبيوتين والسيلينيوم والكو انزيم Q10. وهنا هيكون اول اختيار لينا الACM نوفوفين. طب واشمعنى ده؟ وده عشان مكوناته ما بتسببش زياده في الوزن ولا لخبطه في الهرمونات ولا بتاثر على الليزر وتسبب زياده في نمو الشعر، يعني امن لابعد حد. ومع الفيتامينز دي هنمشي على روتين مناسب لتساقط الشعر، هنستخدم هير تونيك لوقف تساقط الشعر ونمو الفراغات. وهنا ارشح لك وبقوه الكامينا موتو والفريجر والACM نوفوفين سبراي وديركوس من بيتشي. والميزه الاهم في كل المنتجات دي ان احنا لو وقفناها الشعر مش هيرجع يقع تاني، وبكده في اقل من شهر هنكون حلينا مشكله التساقط. مع تايل هتعيشها بصحه. هرد على كام كومنتس كده من اللي جه على اخر فيديو. اول حاجه الليزر ممنوع، التريتمنت بتاع الشعر ايا كان نوعه فهو ممنوع، ولكن حمامات الكريم والشامبوهات دي مش ممنوعه. مرطبات البشره مش ممنوعه خالص، اللوشنز مش ممنوعه. لا لو اللوشنز بتفتح زي الجوتال لوشن والحاجات دي لا دي مش معانا. الغسولات العاديه اللي بتنضف بس هي اللي معانا، لكن غسولات البشره الدهنيه كلها مش معانا.
اخر بوينت، طيب لو انا استخدمت الحاجات دي وانا مش عارفه ان في حمل، اي حاجه من اللي احنا قلناها ما فيهاش مشكله، زي كريمات التفتيح، الغسولات، عشان دي بتبقى النسب فيها صغيره. لكن ايه المشكله؟ المشكله ان انا اكون بستخدم الكراتين، استخدمت الادابالين، استخدمت علاجات حبوب زي الايزو والنيتلو وانا مش عارفه ان في حمل، ان في حمل. لا، دي هتبقى ساعتها مشكله. غير كده الحاجات الثانيه عادي، المهم ان احنا نوقفها بعد ما نعرف بس ان في حمل. الصن بلوكات برضو الحاجات اللي بتعمل حمايه من اليو في اي واليو في بي فقط، لا بتفتح ولا بتعمل اي حاجه تانية غير ان هي بتحمي من الشمس. كريمات التفتيح ايا كان نوعها فهي مش امن في الحمل. انا رايي ان احنا في الفتره دي خلينا نبعد عن الحاجات اللي فيها شك ايا كان نوع البراند بتاعها وايا كانت هي مستورده. ديودرنت برضو الحاجات العاديه خالص هي الامن. الحاجات اللي بتعمل تفتيح وتاخير لظهور الشعر وكل البراندز الجديده اللي بتبقى ضايفه خاصيه التفتيح دي برضو مش احسن حاجه معانا. نستخدم الحاجات العاديه خالص. وبرضو يفضل بعد الاستخدام في اخر اليوم كده المكان يتغسل تماما، ما نسيبهاش لتاني يوم. في تريك كده دايما بعملها مع دخول الحر والصيف والتعرض للشمس، وهي اني بحتفظ بالموسترايزنج بتاعي في الثلاجه وبرطب بيه بشرتي بعد الرجوع والتعرض للشمس. بيهدي البشره قوي وبيقلل من فرص حدوث الالتهاب والاحمرار اللي بيبقى ناتج عن الشمس. فجربوها كده وقولوا لي ايه رايكم. ماده الازيليك اسيد اللي موجوده في الاسكينورين والازاديرم هي امن استخدامها مع الحمل. في حاجه مش صح تقريبا معظمنا بيعملها في الروتين بتاعنا بتاع بشرتنا، على اعتقاد ان كده انا بفيد بشرتي اكتر او بغذيها اكتر، ان انا ادخل لها اكتر من برودكت في نفس الروتين. بمعنى ان انا اجمع ما بين مادتين او سيرامين بمواد مختلفه، زي مثلا سيرم السالسيليك اسيد مع سيرم الجليكوليك اسيد، او سيرم نياسيمايد مع سيرم الفا اريبيوتين and so on. يعني بدخل مادتين مالهمش علاقه ببعض واحطهم في الروتين بتاعي. ده طبعا مش صح. ده اكتر حاجه ممكن تدمر حاجز البشره، تسبب التهاب في البشره واحمرار، وممكن اصلا يعني يعمل حبوب اكتر. فانا بشوف انا ايه المشكله اللي عندي اللي محتاجه احلها، وبدخل لها سيرم واحد فقط وبدخله تدريجي للبشره. بمعنى ان انا بستخدمه بشكل مش منتظم اول اسبوع من الاستخدام، وبعد كده ازود الاستخدام بتاعي لما اتاكد من عدم حساسيه البشره.